تالت حاجة بقى او رابع حاجة نعملها اللي احنا نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. لما نصحى كده نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، ولما ننام نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. بكده اللي احنا لو عندنا ذنوب، عملنا ذنوب كتيرة جدا طول اليوم ده، نمسحها كلها باستيكة كده بالذكر ده. لان فيما معناه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي من كانت ذنوبه كثيرة جدا مثل زبدة البحر وقال سبحان الله وبحمده غفر له كل ذنوبه 100 مرة. فطبعا حاجة جميلة جدا. خامس حاجة او سادس حاجة اللي احنا ان شاء الله هنصوم يعني لمدة، هو مفروض السنة اللي احنا نصوم 2 وخميس. اللي يقدر يصوم 2 من الاسبوع اللي احنا اتفقنا عليه ده حلو جدا، واللي يقدر يصوم 2 جميل جدا جدا جدا. بس احنا بنطلب حاجات بسيطة جدا علشان كلنا نقدر ننفذها. سابع حاجة بقى اللي هي السنن. اللي يقدر يا جماعة يعمل السنن دي لمدة 3 ايام او يعملها كلها بقى. طبعا احنا عارفين السنن وهنقولهم تاني مع بعض. سنن الظهر يا جماعة 4 قبل الظهر، و4 بعد 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر. دي السنن المؤكدة اللي احنا بنقول عليها. العصر ملوش سنة، وفي ناس بتصلي قبل الفرض 4، ودي سنة مش مؤكدة. المغرب ركعتين بعد المغرب، العشاء ركعتين بعد العشاء، الفجر ركعتين قبل الفجر. دي السنن المؤكدة. اللي يقدر يعمل يعني بالظبط هتلاقي مجموع الركعات 12 ركعة. اللي يقدر يصلي ال 12 ركعة دول لمدة 3 ايام او لمدة 2 يوم على الاقل، يبقى كده هو قدر يعمل الواجب اليومي بتاعنا. واللي قادر طبعا يستزيد ويعملهم لمدة اسبوع ده كده كتر خيره يعني، وكده راجل 100. تامن حاجة بقى هنتفق عليها في علاقتنا بربنا عشان ان شاء الله تكون احسن، الزكاة. احنا عندنا 7 ايام، عندنا سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة بإذن الله. اللي يقدر يعمل في ال7 ايام دول يزكي 2 او 3 مرات، يبقى كده هو مع الواجب اليومي بتاعنا. يزكي ولو حتى بمبالغ قليلة جدا، ان شاء الله حتى بربع جنيه. دي عايزين حاجة نعملها. وتاني حاجة يا جماعة في الزكاة عايزة اقول لكم، اللي مثلا بياخد اسم مصروف وخلاص مش متفضل معاه غير مثلا مبالغ قليلة جدا على مصروفه ده، اللي يجي ويقدر يصرف كل الفلوس اللي معاه دي، يبقى كده 100 وما يعملش الزكاة لمدة 2 يوم او 3 مرات زي ما احنا قلنا، يبقى كده تمام. يعني سي مثلا انا معايا 50 جنيه، 50 جنيه دي مش متفضل معايا غير 10 جنيه، اتصدق ب5 جنيه، يبقى كده انا مش مطلوب مني اكتر من اللي انا عملته. ده بالنسبة للواجب الاسبوعي بتاعنا. يبقوا شوفوا الفرج اللي ربنا هيمنه عليك في الاسبوع ده. كده اتفقنا اللي احنا ان شاء الله هنجدد حياتنا مع ربنا، وهنجدد علاقتنا مع ربنا، وهنبدأ سنة جديدة في صفحة جديدة مع ربنا بال8 حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم. يبقى احنا اتفقنا اللي ان شاء الله الصلاة اول ما الاذان هيدن انا جاي لك يا حبيبي. وقبل يا جماعة ما الاذان يأذن نكون منه متوضيين علشان ما نضيعش وقت ونقول استنى الاقامة وما نستناش الاقامة. احنا ملناش دعوة بالاقامة دي، سواء للنساء طبعا، لان صلاة المرأة في بيتها افضل منها من صلاة المرأة في المسجد، ولكن الناس اللي بتحب تروح المساجد ده ما يمنعش ابدا، ودي حاجة كويسة جدا. بالنسبة للرجال برضو يكونوا متوضيين قبل الاذان. وحاول اللي انت تصلي في الاسبوع ده على الاقل ما بين 2 أو 3 ايام او يومين صلاة متتالية في المسجد. يعني صلي، حاول تحرص اللي انت كل مثلا ما يكون عندك مشوار ومعدي كده، لا ده انا يفوتني جامع، طب ما انا ادور على جامع وبالعربية او بالتاكسي او باي وسيلة مواصلات انت رايح فيها واصلي الفرض ده. وشوف الهنا اللي انت هتسعد بيه في الاسبوع ده. ان شاء الله اسبوعنا ده هيكون اسبوع جنة. خليكم معانا وهنتكلم اكتر عن ازاي نجدد حياتنا مع رسولنا، ولكن بعد الأنشودة الدينية دي. خليكم معنا. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي
ما أغير من صفاتي، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا شفيع المسلمين أنت خير المرسلين، رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد. يا شفيع المسلمين أنت خير المرسلين، رحمة للعالمين يا حبيبي يا شفيع محمد. المسلمين أنت خير المرسلين، رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد. لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الفرج القريب والسر العجيب، وعلى آله وسلم صلاة يسر لنا بها زيارته عن قريب. اللهم آمين يا رب العالمين. كنا واقفين عند المرحلة التانية إن إزاي نطور بيها حياتنا، وهي الرسول صلى الله عليه وسلم. علشان نطور علاقتنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه يا عم، صلي عليه اللي تسمعينا يا جميلة. إن اللي احنا أول حاجة لازم نعمل حاجتين. أول حاجة يا جماعة لازم في الأسبوع ده بإذن الله نجمع على الأقل 5 أو 7 معلومات جديدة عن النبي، وهنعمل بإذن الله توبك في الجروب اسمه انت مين، اسمه معلومات عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل واحد من الأعضاء المشتركين في الجروب يبعت لنا ويكتب كل يوم معلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان الناس اللي بتسمعنا دلوقتي المستمعين الجمال طبعا يبعتوا لنا على ايميل البرنامج انت مين _فيهم@yahoo.com. وبإذن الله الحلقة الجاية ان شاء الله هنقول ملخص 7 معلومات جمال جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو معلومة بسيطة ممكن تظن اللي كتير جدا عارفها وتقول دي مش مفيدة، دي مش هتفيد حد. لا تحقر من المعروف شيء يا جميل، يا اللي بتسمعنا ويا اللي بتسمعينا انتي. كمان تاني حاجة في علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مشروع جدد سنن حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني ايه جدد سنن حبيبك؟ في نفس التوبيك ده برضو هنتكلم عن حاجتين. التوبيك اللي احنا قلناه اعرف عن حبيبك او معلومات عن حبيبك او سنن حبيبك، هنتكلم فيه عن معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم فيه عن سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. في 7 أيام دول مفروض على الأقل تطبق ما بين 2 أو 3 من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده غير سنن الصلاة يا جماعة. سنن الحبيب اللي هي البشاشة، البساطة، التواضع، صفات جميلة جدا. حاول تعمل سيرش كده على النت واكتب سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. السنن يعني الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تكون صفاته، بس طبعا اكيد محدش هيقدر يجيب صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم، بس على الاقل نحاول نتشبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لانه هو قدوة لينا وللعالمين اجمعين. دي كان تاني مرحلة. يبقى اول مرحلة اتفقنا اللي احنا نجدد حياتنا بيها اللي هي علاقتنا مع ربنا. تاني حاجة علاقتنا مع رسولنا الكريم. تالت حاجة بقى ودي مهمة جدا علاقتنا مع اهلنا. علاقتنا مع اهلنا اللي احنا ندخل سرور على اهلنا في ال7 أيام دول على الاقل خالص 2 أو 3 مرات. 3 مرات يعني. احنا بنطلب يا جماعة في البداية حاجات بسيطة جدا علشان كل ما يقولش يا عم دي حاجات صعبة مش هنقدر نعملها. كل يوم كده ممكن تدخل سرور على والدك ووالدتك انك تبوس ايديهم، ممكن تجيب لهم هدية بسيطة ان شاء الله، حتى قلم، ان شاء الله سبحة، ان شاء الله عطر، اي حاجة بسيطة وبسعر رمزي، بس على الاقل تحاول تدخل سرور عليهم. وتحاول كمان لو هما يعني مش متفاهمين عقلك او مش متفاهمين دماغك،